النهاردة هنتكلم عن فنان لقب بطيب السينما المصرية، الراجل الطيب، الدهليز، قاعدة بيانات الفن والفنانين. هي دي الألقاب اللي اتلقب بيها الفنان دون. فنان اسمه عبد العزيز أحمد، ده اسمه الفني، لكن اسمه الحقيقي عبد العزيز أحمد سليمان أبو علي. اتولد لأسرة بسيطة فقيرة من مواليد 24/4/1897، محافظة القاهرة، مصري. اتوفى في 20/6/1964، يعني مات عنده كده 67 سنة. والده كده كان موظف بسيط جدا جدا. من حكم ان هم حكم وظيفة والده اضطروا ان هم ينتقلوا من القاهرة لاسكندرية. ومن هنا طبعا الفنان عبد العزيز احمد ابتدى عشقه للفن. ابتدى ازاي؟ هقول لكم. هو اصلا كان بيشتغل في مجلس بلدية المحلة، مجلس البلدية هناك. فاشتغل هناك كموظف. فلما اشتغل هناك اتنقل من مسرح لمسرح ومسارح كتير جدا. هنا بقى كانت بداياته ان هو انتقل وراح انضم لفرقة نجيب الريحاني. طبعا هو مش بس كان في فرقة نجيب الريحاني، لا، ده انضم لكتير من الفرق زي فرقة سلامة حجازي، وفرقة جورج أبيض، وفرقة علي الكسار، وكمان فرقة الفنانة فاطمة رشدي. وسافر معاها للسودان وقدم هناك مسرحية حلنبوحة وجماء، وكمان حماتك بتحبك. وكمان هو كان ممثل مصري مؤلف أغاني وأوبريتات. من الأوبريتات اللي ألفها كانت أوبريت الباروكة. وكمان عمل أغاني كتير في فرقة علي الكسار، وكان ليه كتير من الأعمال. منها كانت يوم من عمري، غرام الأسياد، ابن الفلاح، جت سليمة، زهرة الحارة، شارع شبرا، احنا التلامذة، وكمان ما كانش على البال. أحمد حصل له كده موقف أثناء ما كان موجود بيمثل في فرقة نجيب الريحاني. كان الفنان عبد العزيز احمد كان مغرم ببنت جميله جدا، وحفي علشان يوصل للبنت دي وياخد منها ميعاد. واتفق معاها ان هو يقابلها الساعه 10 عند محطه مصر، في كازينو من الكازينوات اللي جنب محطه مصر. بعد ما اتفق معاها على الميعاد، فوجئ ان هو قال ايه ده ميعاد بروفة المسرح، وانا ما اقدرش ما اجيش المسرح ولا اغيب ثانية ولا لحظة، لان الفنان نجيب الريحاني زي الساعة بالظبط. لو حد اتأخر ولا حد مثلا ما جاش البروفة بيزعل جدا جدا، وهو بيحب جدا عمله الفنان نجيب الريحاني. طب انا اتفقت واعمل ايه في البروفة دي؟ المهم، ما كدبش خبر وطلع على المسرح، وراح هناك علشان يقابل احد من الموظفين، يعني اي حد من الموظفين هناك، عشان يبلغ نجيب الريحاني ان هو مش هيجي النهارده البروفة وهيعتذر، يعني يستأذن. المهم عفوا، لما قابل احد الموظفين فقال له ايه مالك وليه ومش عايز تيجي ليه، فحكى له القصه ان هو هيقابل بنت. الموظف ده طبعا كان صاحب تجارب وجولات وكده، يعني صاحب تجربه غراميه. فاقترح عليه وقال له عايز اقول لك علشان يرضى يديك على طول الاجازه وما يرضاك النهارده ما تجيش البروفه، هقول لك على حاجه. قال له قول لي. قال له اعمل نفسك بتتوجع وبتصرخ من ان انت ضرسك وجعك جدا. قال له اشمعنى ضرسي؟ قال له لان الفنان نجيب الريحاني كان تعبان من قيمة حوالي 10 ايام اسبوع كده، كان ضرسه وجعه جدا ولغى البروفة. قال له انت شايف كده؟ قال له اه. قال له طب ماشي هعمل كده. وبالفعل راح للفنان نجيب الريحاني وحكى له، وقال له وهو بيتوجع وبيصرخ وبيقول له ده انا ضرسي وجعني جدا. قال له لا لا ما يخلصنيش، لا روح ويلا. انت عارف حد بتاع اسنان كويس؟ عارف عيادة كويسة؟ قال له اه. قال له العيادة دي فين؟ قال له العيادة دي عند محطة مصر. قال له طب خلاص روح وتعالج، وانت اجازة النهاردة من البروفة. ما كدبش خبر، والفنان عبد العزيز احمد ما صدق، واللي صدقه نجيب الريحاني، ونزل على محطة مصر عشان يقابل البنت اللي هو وعدها على الميعاد ان هو يقابلها. وفضل قاعد مستني البنت دي ما جاتش، يستني البنت ما جاتش. بس بقى لقى كده حد بيخبط عليه من كتفه وبصله كده، فراح قايل له ايه يا استاذنا؟ ده لقى مين؟ لقى الاستاذ نجيب الريحاني بيخبط على كتفه من ورا، ووشه جاب الوان الفنان عبد العزيز احمد. المهم
ما استناش اكتر من كده وقال له ايه، تعالى اوديك العياده. قال له ليه ما روحتش للعياده نجيب الريحاني؟ تعالى اوديك. راح قايل له لا لا خلاص يا استاذنا انا بعرف اروح لوحدي. قال له لا لا تعالى انا هوديك. المهم طبعا ما استناش البنت يعني شويه كده يشوفها تيجي ولا لا، وراح مع الفنان نجيب الريحاني لعياده الدكتور الاسنان. ولما راح هناك لقى العياده فاضيه. لما لقى العيادة فاضية ودخل الفنان عبد العزيز أحمد واستناه بره الفنان نجيب الريحاني، وقعد على كرسي عشان يشوف ايه. الدكتور قال له اقعد. فالدكتور الفنان عبد العزيز أحمد قال للدكتور ده أنا كنت مواعد بنت والقصة وما فيه ده، وعايزة أزوغ من البروفة من أستاذنا نجيب الريحاني، وأنا عملت القصة دي وجع ضرسي علشان أنا عايز يعني أعتذر ليه. وحكى له القصه بما معنى. فالدكتور فضل باصص له كده وضحك، فاكره ان هو بيضحك عليه ويتهرب من خلع ضرسه زي زباين كتير كده وردوا عليه في عيانين كتير وردوا عليه في العياده وفاكره انه بيضحك. لكن قال له بص انا هعمل نفسي بصرخ من الالم وانت عامل نفسك بتخلع ضرسي. فالدكتور فضل يضحك وفاكره ان هو بيتهرب من خلع الضرس، والفعل خلع ضرسه. وضرسه كان مسوس الفنان عبد العزيز احمد، وخرج يبكي ويعيط قوي قوي وزعلان. وبص له كده الفنان نجيب الريحاني، وبص له كده وقال له على القصة وحكى له على القصة الفنان عبد العزيز احمد وايه اللي حصل. قال له اه ما انا عرفت ان فيها ان عشان كده سبت البروفة اللي يقوم بان هو يعني يشوف البروفة، سبتها لبديع خيري وجيت عشان اشوف حوارك ايه وجيت وراك. وبالفعل قال له انا عرفت القصه وعرفت الموضوع فيه ان. راح باصص له كده وراح ضحك الفنان نجيب الريحاني وقال له عشان تبطل تكذب تاني وتبطل تعمل حوارات. هي ده الموقف اللي حصل مع الفنان نجيب الريحاني والفنان عبد العزيز احمد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. فضلا وليس امرا الله يكون لما جاش نورني في القناه اتمنى يجي ينورني. فضلا وليس امرا اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك ومتشكره قوي قوي يا عيلتي وناسي. ألف مليون شكر. كل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.